لو هختار وصفة واحدة أعملها بفراخ مخلية فأكيد هتكون شاورما مسقسة أو محمصة مع تومية. أسهل أكلة تعملوها في الصيف وتكفي العيلة. محتاجين وراك أو صدور مخلية، قطعوها شرايح رفيعة بالحجم ده وحطوها في طبق واسع وتعالوا نجهز التتبيلة. محتاجين زبادي، عصير ليمون، زيت، خل، ومعاهم توم مفروم، معلقتين دبس رمان اختياري، ودي معلقة كبيرة ملح، وعليهم خلطة توابل الشاورما مع معلقة صغيرة مرقة فراخ، واختياري معلقتين معجون فلفل. لو مش موجود هاتوا فلفلاية حمرا مشوية قشروها وفرموها، وقلبوا التتبيلة كويس قبل ما تحطوها على الفراخ. المفروض ترتاح في التتبيلة كام ساعة، بس كنا جعانين فسبتها نص ساعة بس في التتبيلة، وفي الوقت ده حضرت التومية. خلطت بيض مع بشر ليمون، كام فص توم، ودي معلقة صغيرة ملح، ومعاهم عصير ليمون. اخلطوا بالهاند بلندر من فوق لتحت وزودوا الزيت بالتدريج لحد ما تاخدوا قوام كريمي وناعم كده، ودي ألذ كريمة توم ممكن تجربوها. نجيب بقى صينية نفرد فيها الشاورما طبقة واحدة وضغطوها كويس مع كام معلقة سمنة على الوش. علشان عندي كمية فوزعتها على صينيتين ودخلتها فرن بيكو بيجي بمروحتين فوق وتحت فهياخدوا تسوية واحدة في نفس الوقت. سخنت الفرن قبلها كويس على حرارة 180 لحد ما تستوي، وافتحوا عليها الشواية في الآخر تاخد لون الشوي. واستمتعوا بخصومات على منتجات مختارة من بيكو خلال شهر سبتمبر. وكده جاهزين نعمل الساندوتش. على العيش افردوا تومية، معلقة هريسة دي بتديها طعم خطير، شاورما، خلي الخيار، وشوية بطاطس. حمصوا الساندوتشات في طاسة وخدوا شوية من الصوص اللي في الصينية بتاعة الشاورما وسقسقوا بيه الساندوتش لحد ما يقرمش، فهيبقى شارب طعم الشاورما من جوه وبره. وكده عملت ساندوتش شاورما مفيهوش غلطة، طعمه خطير مع اكسترا توم، دبس رمان، وانجوي.